السلام عليكم. معاكم أروما مريم الصفار. درس اليوم من واقع تجربتي في مجال الميك اب مع الزباين من 8 سنين. شلون تتعاملون مع الزباين؟ شلون الزباين يتعاملون مع خبيرة التجميل بحيث يوصلون حق اللوك المثالي اللي ببالهم بالضبط، يطلعون من خبيرة التجميل كل شي عاجبهم إن شاء الله. عدساتي من ندى فاضل اسمهم رين، ورموشي من ماركة مارشميلوز اسمهم 7 هيفن. أول شي لازم تبلغين خبيرة التجميل شنو مناسبتك. حسب المناسبة ينحطلك الميك اب المناسب. المناسبة إذا كانت مناسبتك أو مناسبة أنتي معزومة فيها. الخبيرة محتاجة تعرف إذا كانت المناسبة الشوفة، ملكة، عرسك ولا استقبالك. شو الفرق بينهم وليش الخبيرة تحتاج تعرف شنو نوع المناسبة؟ إذا كانت المناسبة الشوفة أنتي تحتاجين مكياج يناسب القعدة البسيطة اللي موجودة. من راح يكون موجود؟ الريال، الأم، أخت أو أختين بالكثير موجودين. المكان غالبا صغير فهم يكونون قاعدين قراب منك. غالبا بالشوفة يحبون يشوفون البنت بجمالها الطبيعي، يعني ما أحب أشوف البنت مغطية ملامحها، أنا جاية أشوف شكلها شلون صاير. عشان كذي المكياج مال الشوفة يكون غالبا نو ميك اب. يعني شنو؟ رموش ماكو إلا إذا بتحطين رموش بشكل ما يبين إنك حاطة لأسباب مثلا معينة، أنتي ما عندك رموش فتحطين الرموش. آيلاينر حاولي تخففينه أو إذا حطيتيه دمجيه. فاونديشن قد ما تقدرين يبين طبيعي ومو طبقة. أحمر الشفايف خليه يكون طبيعي حيل. مكياجك يكون ب5 دقايق أو الخبيرة تحطلك مكياج يبين إن هذا جمالك الطبيعي. إذا كانت ملكتك، الخبيرة تحتاج تعرف عدد الحضور شوية ولا وايد، ملكة محفوفة ولا ملكة مثل العرس. إذا كانت الملكة محفوفة في المكان صغير تحتاجين مكياج ما يبين طبقة. بس في كل الأحوال في الملكة أنتي تقابلين ناس أول مرة تشوفينهم. في الملكة غالبا المكياج يكون منعش، شكلك فيه خجول، خدود شوية مايلة على اللون الوردي أو المشمشي، الشفايف نفس الشي، واخري عن المكياج الجريء في ملكتك. بالملكة حاولي تكونين البنت الناعمة. أما إذا كان مكياج عرسك، ذكري شغلة، إن ما تبين تشوفين صور عرسك عقب 30 سنة وتقولين أنا إيش كنت مسوية. تبين يكون لوكك كلاسيك، يعني مع مر الأزمان ما تندمين إنك سويتيه. مكياج العرس غالبا تبينه بعيد عن الموضة أو الهبة. يعني شنو؟ هبيتي في الحواجب مثلا التشاينيز، وخري عن الهبة، خليك على اللوك اللي تطالعينه عقب 10 سنين 20 سنة 30 سنة ستيل تحبين روحك وتقولين أحلى مكياج حطيته بحياتي. غالبا مكياج العرس تضطرين تحطين طبقة أثقل لأن المكان كبير، ما تبين تدخلين الناس اللي يشوفونك يحسون ما في زهوة، بس مو ثقيل لدرجة إن اللي يكون قريب منك يخترع. مكياج الجسم مو حلو بدون كونتور، يعني تخيلي حطيتي مكياج كذي خليتي جسمك يصير كأنه صبة ما في تقاسيم. وبعدين أنا أكره كريم الجسم لأن لما تلبسين النفنوف ما يحتاج أقول لكم شنو راح يصير. حبي جسمك، كل الناس ما راح تلاحظ عيوبك. أستغرب من البنات اللي مثلا عندهم شوية حبوب، شغلات بسيطة ما يحبون يطلعونها. حطي لمعة الجسم كلها، هذا ما راح يبين. حرصي على لمعة الجسم، وايد حلو شكلك وانتي داخلة مع الإضاءات مع تصوير الفيديو، يبين هذا المكان يلمع، هذا المكان يلمع، هني يلمع، هني لو تسوين كونتور وايد عجيب. أما مكياج الاستقبال في ناس يسمونه استقبال بس هو عرس، راح تلبسين فيه نفنوف أبيض، راح تلبسين فيه طرحة، فمعناته أنتي مضطرة تحطين مكياج عرس كلاسيك. أما إذا كان استقبالك هو الحفلة اللي ورا العرس، هني كيفك تقدرين تلبسين اللي تبينه، تسوين التسريحة اللي تبينها، مكياجك يكون بالجرأة اللي انتي حبتها واللي تبرز شخصيتك. أما إذا كنتي معزومة مو صاحبة العرس، هني عندك وايد اختيارات، وغالب الاختيارات تكون على حسب شخصيتك، انتي شنو تحبين وشنو يمثلك سوي. الخبيرة تحتاج تعرف مكان العزيمة، بيت أو صالة أو فندق.
حجم المكان يفرق في كمية الميك اب اللي ممكن تنحط أو الشكل النهائي اللي ممكن ينحط. عشان كذي غالبا انت تحطين مكياج تشوفينه بالصالون شوية ممكن ما تألفينه لأن انت مو متعودة على وجهك بهالكمية المكياج، ولكن لما تروحين الحفلة تلقين كل المكياج طخ وكله نعم، ومع التسريحة مع اللبس كله شال بعض. وري خبيرة التجميل نفنوفك، لما تورينها نفنوفك راح تعرف لون النفنوف، بهالأساس ممكن لها بالها فكرة لون الحمرة، لون الخدود، ترتيب الألوان، مثلا ذهبيات أو تروح للرماديات. النفنوف يعكس شخصيتك، إذا شفت أنا نفنوفك أدري إن أنت تحبين الناعم ولا الجريء. وريها اكسسوارك، الاكسسوار سيلفر ولا اكسسوار مثلا سيلفر وفي فصوص حمرة لولو، كله يفرق إن أنا شنو أحط لك اللمعات، وين أروح بالميك اب. ستايل شعرك لازم أعرفه. ليش لازم أعرف ستايل شعرك؟ ستايل شعرك يعكس أيضا شخصيتك. إذا كنتي ناعمة معناته الميك اب تحتاجينه ناعم، ما راح تتقبلين طبقات أثقل، ولكن إذا أنتي جريئة وحطيت لك مكياج حيل ناعم أوروبي بتطلعين نفسك لا مكياجي وايد باهت، مو هذا اللي في بالي. التسريحة يا تجمل المكياج يا تخرب على المكياج. مثلا شعر إذا كان ما في فوليوم عفست المكياج كله، تحتاجين شوية فوليوم بالشعر، شوية تحسين نافش، يعطي وايد جمالية للميك اب. الحين السؤال هو شنو نعومة المكياج اللي تبينه؟ هذا الشيء عشان أعرف أنا إيش كثر أحط لك، راح أحط لك شوية أحط لك وايد. مرات الوحدة إذا كثرتي لها طالع روحها ممكن نفسيتها تنعفس طول اليوم، طول الحفلة هي مو عاجبها حتى لو كان المكياج حلو. ما يكفي تقولين أبي ميك اب ناعم حق خبيرة التجميل، لأن النعومة تختلف حسب ذوق البنت وعلى حسب أنت قاعدة تتكلمين على أي نوع من أنواع النعومة. من أنعم أنواع الميك اب اللي هو يسمونه نو ميك اب ميك اب، هو المكياج اللي أنت تحطين فيه رتوش بسيطة جدا ولا كأنك حاطة مكياج. المكياج اللي قلت لكم عنه قبل شوي، مكياج اللي هو الشوفة، هذا المكياج غير مطلوب عندنا في الخليج، لأن البنات ما يدفعون مبلغ وقدره لخبيرة التجميل عشان تحط لهم ميك اب كأنهم مو حاطين ميك اب. المكياج الأوروبي اللي هو المكياج اللي يعتمد على نضارة البشرة، ما يغطون وايد، بشرتهم أساسا هي حلوة، الرموش مو كثيفة نهائيا، مو ملزقة، الحواجب مو مرسومة وايد، كل شي بنعومة، ألوان هادية، الشدوات يا دوب على حدود العين، ألوانها هادية مطفية، وإذا بيحطون اللمعة يحطون اللمعة تحت الحاجب ولا شدو لمعة بسيطة جدا. أيضا المكياج الأوروبي غير دارج عندنا، وتقريبا موضته راحت، أو ممكن هذا المكياج ينفع للبنات من عمر مثلا 14 لعمر 17 أو 18 هم اللي يطلبونه، لأن إذا حطيتي لهم ميك اب أكثر من كذي أعطيتيها عمر أكبر منها بوايد. مكياج الممثلات الأجانب هو مكياج الأوروبي المطور، قاموا شوي يتأثرون بمكياج العرب، فالحين الحواجب تحسين رسمتهم بادية من هني لين نهاية طوال. البشرة لازم تكون مضيئة جلوي فيها زهوة، وأيضا ما يحبون الحمر المات، حمرهم غالبا هي الحمر اللي فوقها جلوس. الرموش ما يحطون صكة كاملة، المكياج الأجنبي رموشهم دايما حبة حبة اللي هو مفرقة. يحبون الكونتور اللي يبرز عظام الوجه، احنا كونتور العرب نحب نبرز الخدود، هم العكس يحبون يخشون الخدود ويبين كأنه في عندهم فك بارز أكثر وخدودهم كأنها داشة لداخل. حمرهم تميل للألوان الطبيعية والنود، النود اللي هي البيج، البيج الطبيعي اللي كأنها لون البشرة، هذه الألوان اللي يحبونها وأعتقد أنها تناسبهم بشكل جدا جميل. المكياج اللبناني هو المكياج المفضل بالنسبة لي، وهو يجمع كل أنواع المكياج بكل الثقل، ولكن النهاية تكون دايما ناعمة. يحطون فاونديشن فول كفر، يحطون كونسيلر، يحطون بودرة مضغوطة فوقه، يحطون كونتور بودر ويحطون كونتور كريمي، الدمج ممتاز. اللي يميز المكياج اللبناني إنهم لما يحطون كل شيء يدمجون كل شيء بكل حرفية، بحيث إنه يبين الشكل النهائي قمة في النعومة والجمال. يقدرون يحطون لك حتى اللون الأسود والسموكي ولكن يبين ناعم، لأنه ما يتعدون حدود العين، والسحبة ما تكون كذي، السحبة لي فوق تعطي جمالية للعين. المكياج اللبناني يتأثر بالموضة من ناحية الحواجب، من ناحية لون الحمرة والتحديد، قبل مثلا محدد أكثر، شفايف تحديد غامج واللي داخل أفتح، الحواجب كانت أضعف.
الحين قاعد يروحون حق مثلا حواجب شعرة شعرة، الحمرة مات ولونها وردي زهري فاتح، يحطون آيلاينر ولكن يدمجونه، الكحل داخل عين يحطون. المكياج اللبناني ما في تكبير العين. هذا اللي يفرق بين المكياج اللبناني والمكياج اللي احنا نطلبه او اللي زبايني اغلبهم يطلبونه. بالكويت مثلا ما نحب الكحل داخل العين لانه يصغر العين. عندنا المكياج مال الكويتيات ما فيه تصغير العين، بالعكس يبون المكياج يبرز العين. فهذا الشيء قوليه حق خبيرة التجميل، قولي لها اذا انت تحبين الكحل الاسود داخل عينك ولا الكحل البيجي. نحب الرموش الكثيفة بنفس الوقت مفرقة. ما نخاف من الميك اب لان احنا نحب نحط الميك اب، بنفس الوقت نحب الميك اب الجريء اللي تحسين انه لما تدشين العرس تلفتين الانتباه انه وين حاطة مكياجك. نحب نبرز خدودنا، نحب هذه الطقة الحين حاليا هبتها، هذه الطقة اللي بالنص رسمي لي اياها، الفك نحبه بارز. الكويتيات وايد ذويقات بالميك اب، بنفس الوقت يحبون الميك اب يسمونه الناعم البارز، اللي انا حاطة ميك اب بنفس الوقت الميك اب قمة في الجمال ومرتب وكل شي بمكانه، قمة في النظافة. نحب الشفايف الصغيرة من العرض والممتلئة بالحجم. نعشق كونتور الخشم نحبه صغير وشوية مرتفع لفوق. كل هاللوكات ناعمة على حسب انتي شنو تبين. قولي حق الخبيرة تحبين الفاونديشن مات يعني ما في لمعة، ولا تبينه لمعة اللي هي اللمعة اللي هني، أو يفرق إذا تبين اللمعة هني. حط ببالك اللمعة تبرز الخدود بنفس الوقت تبرز عيوب البشرة. اللمعة أنواع، في اللمعة اللي تبين يدوب من عكس على الوجه تناسب الصبح أكثر، وفي اللمعة اللي تبين جنها لمعة الماي مثل soft and gentle، وفي اللمعة اللي تبين أكثر حق المناسبات الكبيرة. الجليترز جميل في كل الأوقات ما عدا المكياج اللي حيل ناعم الأوروبي والخفيف كلش النو ميك اب، ولكن نوع الجليتر يفرق. في الجليتر اللي حيل ناعم وفي الجليتر الحبوب تحسينه جليتر يعكس حيل قوي. جليتر اللي هو وايد انعكاساته قوية إلى حد ما خلصت هبته، عشان كذي خلك على الجليتر الناعم اللي يعطي انعكاس حق الشادو. الايلاينر يحدده قوة وجرأة شخصيتك. إذا أنت شخصية هادية غالبا تبين ايلاينر صغير قصير يدوب يبين، يعني مو وايد يبين، وإذا مدموج أحلى على شخصيتك. إذا كانت شخصيتك جريئة مثل شخصيتي أنا يناسبك الايلاينر اللي شوية طويل وعريض. تذكري بالنهاية الشخصية تلعب دور كبير في المكياج. انتي جريئة راح يلوقلك المكياج الجريء. حطي مكياج جريء على وحدة حيل هادية راح تحطه تحسك انه قناع على وجهها. شلون تمشين في الميك اب يبين يا المكياج راح يكون حلو عليك او راح يخرب جمالك. سلام.